الفنان حسن الرداد لسه منزل بوست على حسابه، بيقول فيه هنقرا مع بعض دلوقتي. بيقول فيه ايه؟ بيقول فيه: لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. الحمد لله ربنا رزقنا بالطفلة الجميلة فادية الرداد. اللهم بارك لنا فيها وارزقها الصحة والعافية وارزق الناس جميعا. البوست ده منزله حسن رداد عشان خاطر يعلن فيه ان زوجته انجبت طفلة، وسموها فادية. طبعا دي المولودة التانية لإيمي، ربنا يحفظها لها يا رب. سموها فادية ليه؟ عشان خاطر والدة حسن اسمها فادية، فهو حب ان هو يسميها على اسم والدته. ودي الطفلة التانية لحسن، هو عنده الطفل الأولاني اللي هو اسمه فادي، ربنا يحفظه له. وسماه فادي برضه عشان خاطر اسم أخوه الكبير اللي توفى كان اسمه فادي، فعشان كده سماه على اسمه. فسمى اسم ابنه الأول فادي على اسم أخوه الله يرحمه، وبنته الجميلة التانية ربنا يحفظها اللي لسه مولودة حاليا سماها فادية على اسم والدته ربنا يرحمها يا رب. وربنا يحفظها لهم يا رب العالمين، ويرزق جميع الناس إن شاء الله. ويمكن من الحاجات اللي اتكلمت عنها الفنانة إيمي سمير غانم في إحدى اللقاءات بعد ولادة ابنها الأول فادي، فكرة افتقادها لوالدتها ووالدها في المواقف دي تحديدا، أو في فترة حملها وولادتها. كانت محتاجة جدا يكون معاها مامتها وباباها. كانت بتقول نفسي أشوف فرحتهم، ونفسي أشوفهم لما أنا خلفت، يعني فرحتهم بابني. فالحاجات دي كلها أنا كنت مفتقداها جدا، ومش قادرة إن أنا أتأقلم عن فكرة عدم وجودهم في حياتي. لان في لحظات كتير جدا بتمر عليا، سواء لحظات حلوه ببقى عايزه ان انا اشاركها معاهم زي ما انا متعوده، وفي لحظات تانية بتكون لحظات ممكن تكون حزن او حاجات مضايقاني، فبقى عايزه ان انا اتكلم معاهم وافضفض معاهم زي ما انا متعوده، ومش بلاقيهم. فدي من الحاجات اللي هي مأثره جدا فيا. فبرضو مع ولادة بنتها التانية برضو حست بنفس الشعور، ان هي شايفة ان كانت محتاجة ان يكون معاها والدتها عشان خاطر يعني على الاقل تشاركها في الفرحة بتاعتها، وان هي تبقى فرحانة بيها والحاجات دي كلها. فبتقول بحاول على قد ما اقدر ان انا اتأقلم على فقدانهم، بس انا يعني في لحظات معينة بتيجي في حياتي بتفكرني بيهم تاني، وبتخليني ابقى يعني ابدأ ان انا اتضايق وازعل جدا، واحس ان انا فعلا مفتقدهم جدا جدا في حياتي. وده برضو خلاها تقول ان يعني لازم كل حد يكون قريب جدا من والده ووالدته، وان هي رغم ان هي كانت معاهم دايما في كل وقت ودايما يعني مش سابتهمش ابدا لحظة، لكن رغم كده بتقول انا كان نفسي يعني لو يرجع بيا الزمن تاني، حتى الشغل اللي انا بشتغله مش هشتغل خالص، بس هقعد معاهم على طول. لان انا الافتقاد اللي انا حاسه بيه او الفقد اللي انا احساس الفقد اللي انا حاسه بيه دلوقتي احساس صعب جدا، ومش قادره ان انا اتخطاه ابدا، لا انا ولا دنيا اختي.